لو جبتي بقى معلقه من السمنه الكبيره وسبتيها ان هي تسيح براحتها، اهم حاجه تكوني مخليه النار على الهادي مش عاليه خالص عشان الوصفه اللي احنا نعملها ما تتلسعش معاكي. هتكوني مخرطه بقى بصلايه مكعبات صغننه كبيره، بصلايه كبيره، وتروحي حطاها في السمنه، وهنبتدي ان احنا نديها تقليبه صغيره، وبعد كده هنكون مجهزين معايا ربطه من البصل اللي هو الاخضر، هنبتدي نخرطه وننزل بيه بالشكل ده، وبعد كده هنروح نازلين بقى بحته ليا او حته دهن على حسب ما بتسموها، ونروح نازلين بقرنين من الفلفل الاحمر. كل حاجة هننزل بيها هنديها تقليبة. وتاني حاجة هنروح نازلين بيها هي طماطمية تكوني مخرطاها مكعبات، وتبتدي برضو ان انت تقلبيها. اهم حاجة تكون ايدك في الطاسة، ما تشيليش ايدك نهائي لحد ما نخلص الوصفة بتاعتنا. ماشي. هتكوني بقى سلقه حبايتين من البطاطس الكبار، وهنبتدي ننزل بيها برضو. هنروح نازلين بقى بالبهارات بتاعتنا، اللي هو رشه من الفلفل الاسود، رشه من الملح، واحده مرقه ماجي، وهننزل ببهارات الفراخ، وهنبتدي ندي ده كله تقليبه كده. طبعا لو عايزين البهارات قولوا اكتبوا لي في التعليقات وانا هكتبها لكم كلها في التعليقات. وبعد كده هجيب الهراسه وهبتدي ان انا هرسهم لغايه ما تتهرس معايا، يعني النص مش كلها، لا يا دوبت النص. وبعد كده هسيبها بقى لمده 3 دقايق بالظبط على النار. اول بس ما الميه اللي فيها تتشرب، لو فيها اي ميه او اي حاجه تتشرب خالص من الحاجه، وبعد كده هنروح طافيين عليها ونسيبها بس 5 دقايق لحد ما تبرد. وبعد كده هنجيب العيش بتاعنا نقطعه من الجنب، وهنبتدي بقى نعبيه في قلب العيش زي ما انتم شايفين. يعني عملنا احلى حواوشي وما خدش معانا 5 دقايق خالص. ودي غدوه او عشوه على حسب ما تسموها، يعني اسرع اكله ممكن تعمليها في 5 دقايق. وبجد يا بنات الريحه روعه والطعم احلى. جربوها ويا ريت يعني تكتبوا لي في التعليقات تقولوا رايكم في الوصفه دي. بجد انا بحبها وعلى طول بعملها، انا ما بستغناش عنها. بعد كده هروح جايه بقى ايه نازله بشويه من الزيت، وهبتدي انزل باول رغيف معايا، وهبتدي ان انا احمره، بس ايدك تكون فيه علشان خاطر ما يتلسعش او لونه ما يبقاش حلو. فانت تبتدي ان انت تظبطيه. بعد كده هتروحي مطلعاه وتروحي بقى حاطه جنبهم شويه طحينه وبالف هنا على قلبك. اهم حاجه تنسيش تحطي لي لايك وتعليق وتقولي رايك في الوصفه. سلام.